خلونا نبدأ بقصة كتاب قديم، كتاب بيشكل هوية شعب بأكمله. هل ممكن كتاب عمره 1000 سنة يحدد مستقبل شعب؟ بالنسبة للأيغور الإجابة هي نعم. يعني هو مش مجرد تاريخ، لا، هو بمثابة خارطة طريق روحية لهويتهم وطموحاتهم اليوم. الكتاب اسمه كوتات جوبيليك، وترجمته الشرفية هي الحكمة اللي بتجلب السعادة. بس المثير للاهتمام إنه ما في نسخة أصلية كاملة موجودة اليوم من الكتاب. اللي نعرفه اليوم هو تجميع ل3 مخطوطات منفصلة اكتشفت بعد قرون في أماكن مختلفة. طيب، جوهر فلسفة الكتاب بيبدأ من فكرة لغوية وسياسية عميقة جدا، وهذا بيوضح فكرة أساسية: هدف الدولة مش السلطة بل إسعاد شعبها. يعني الكتاب بيدعم سيادة القانون، الكل مسؤول قدامه، وهذا عكس فكرة حكم الفرد المطلق. الفلسفة بتروح لأبعد من هيك، بتدعو لإنسانية عالمية وبترفض العبودية والانتقام. وهذا التفكير المتقدم بيطرح سؤال مهم: من وين جت كل هالأفكار اللي سابقة عصرها؟ المصدر بيقول إن جذورها يونانية، إسلامية وبوذية، ومش صينية أبداً. بالفعل، المصدر بيأكد إنه ما في أي دليل على وجود تأثير كونفوشيوسي أو طاوي. المثير إنه أفكار الكتاب الأساسية بتتعارض تماماً مع المفاهيم الفلسفية الصينية التقليدية. طيب، كيف بتترجم كل هالمثل القديمة اليوم؟ هي مصدر قوة وفخر كبير. هي بتعزز الإيمان بأن قصة هذا الشعب الثقافية والسياسية لسه ما انتهت. وهذا بيخلينا نفكر، يا ترى كم فكرة قديمة ثانية لسه بتستنى دورها عشان تشكل مستقبلنا؟